بيبدأ فيلمنا النهاردة مع مومو مترجمة لغة الإشارة وهي في قسم الشرطة وبتحاول تساعد واحدة ست صماء متهمة في قضية سرقة للمطعم اللي بتشتغل فيه، ومومو بتطلب من الضابط إنه يفك الكلبشات من إيد المتهمة عشان يكون سهل عليها يعني تتواصل مع مومو، والمتهمة بتقول لمومو إنها ما سرقتش حاجة وما أخدتش غير مرتبها لأنها طلبت من صاحب الشغل إنها تستقيل وتاخد كل مستحقاتها، بس هو رفض ومرضيش يديها حقها فاضطرت إنها تاخد المرتب اللي ليها مش أكتر، وبتقول لها إن صاحب المطعم ده شخص شرير جدا. ولما مومو بتخرج من أوضة الاستجواب بتشوف صاحب المطعم فبتروح تسأله عن الطريقة اللي بيتواصل بيها مع المتهمة، فبيقول لها إنه ما بيفهمش لغة الإشارة عشان كده بيتواصل معاها عن طريق الكتابة. فبترجع مومو للمتهمة اللي بتكون حالتها صعبة جدا وهي بتمضي على أقوالها وبتكون عايزة تعترف على نفسها عشان تخلص من الضغط اللي هي فيه، بس مومو بتقول لها إن لو في أي محادثات بينها وبين صاحب المطعم توريها للضابط أحسن. فالمتهمة بتقول لها إن صاحب المطعم أجبرها على مسح كل المحادثات اللي بينهم، فمومو بتقول لها إنها هتساعدها عشان تظهر براءتها وإنها هتوكل لها محامي شاطر عشان يترافع عنها، بس المتهمة بتقول لها إن المحاميين مكلفين جدا وبتسألها عن سبب إصرارها يعني على مساعدتها. بعد كده بنشوف مومو وهي واقفة مع الضابط بره القسم وبتقوله إنها واثقة من براءة المتهمة وإنهم لازم يساعدوها، والضابط بيقول لها إنه عنده فضول يعرف إزاي هي بتعرف تترجم لغة الإشارة مع إنه مش تخصص دراستها وإنها مهتمة جدا بالصم. فمومو بتقوله إنها عاشت فترة من طفولتها مع الصم عشان كده بتعرف تتواصل معاهم بسهولة، وبنرجع بالزمن مع مومو وهي بتحكي عن طفولتها وبنشوف مومو وهي واقفة مع شخص عايز عمال وبتقوله إن أبوها شاطر جدا ويعرف يصلح أي حاجة وإنه كمان ممكن ياخد راتب أقل من العمال الباقيين، وبنعرف إن أبو مومو أصم عشان كده مومو خبيرة من صغرها في لغة الإشارة، وبنشوف مومو وهي مع أبوها وهو بيشتغل وأبوها بيقول لها بعد كده تبقى تسأل لو المطلوب منه إنه يصلح تكييف تبقى تعرف نوعه إذا كان مركزي ولا منزلي عشان بيختلف في طريقة التصليح. فمومو بتتلامط كده وبتقوله أنت مش قلت مش مهم صعوبة الشغل وإن المهم عندك إنك تقبض في آخر اليوم؟ وبترجع مومو مع أبوها البيت اللي بيكون مليان بترابيزات القمار وأصحاب أبوها ومعارفه الصم كلهم بيكونوا موجودين وبيلعبوا قمار مع بعض وآخر انبساط، وبيكونوا كمان ودودين جدا مع مومو. بس شياو بياخد بنته على أوضتهم وبيقعد معاها عشان تذاكر شوية وتكون في مستوى كويس لما يجي يقدم لها في المدرسة، وبنشوف شياو بعد كده مع أصحابه اللي بيلعبوا قمار وبتحصل خناقة في المكان وكل اللي موجود في المكان بيقوموا وبيضربوا في بعض، بس مومو بتشوف أبوها من إزاز أوضتهم وبتروح تسأله هو انتوا بتلعبوا إيه؟ فبيحاول شياو يمنعها إنها تشوف الفوضى اللي في المكان بطريقة لطيفة كده، بس لما بيلاقيها مصرة بيشيلها وبيفضل يلف بيها في المكان وكل اللي موجودين أول ما بيشوفوا مومو بيمثلوا في مشهد لطيف جدا إنهم بيرقصوا، وبتفضل مومو ترقص معاهم بمنتهى الشقاوة والحب. وبالليل بتكون مومو مع أبوها في أوضتهم وبتكون باصة عليه كده من سريرها وبتشوفه وهو بيتفرج على ألبوم صور قديم ليهم مع والدتها، فمومو بتنده لأبوها وبيكونوا شايفين بعض في المراية اللي في وش سريرهم، ومومو بتسأل شياو عن ميعاد رجوع أمها وبتقوله إنها من يوم ما مشيت ما اتصلتش بيها ولا مرة، فشياو بيقول لها إنها لما تدخل المدرسة أمها هتتصل بيها وبيقول لها إنه هو السبب في تأخيرها عن دخول المدرسة لأنه ما كانش يعرف إنه لازم يقدم لها لدخول المدرسة في ميعاد معين. فمومو بتقوله أنا أروح المدرسة ليه أصلا وأنا مشغولة في الترجمة ليك في الشغل، وبتقوله إنه من غيرها مش هيعرف يلاقي شغل، بس شياو بيقول لها إن تعليمها أهم عشان مستقبلها وإنها عاجلا أو آجلا لازم تندمج مع الأشخاص الطبيعيين. وتاني يوم بيكون شياو بيعمل أكل في المطبخ والباب بيخبط فمومو بتفتح والمفاجأة بتكون إن أمها هي اللي على الباب. بعد كده بنشوف شياو وهو قاعد مع أم مومو وبتكون بتكتب معظم الكلام عشان تعرف تتواصل معاه لأنها مش ضليعة يعني في لغة الإشارة، ومامة مومو بتقوله إنها بتشكره عشان يهتم بمومو طول ال5 سنين اللي فاتوا ولأنه كمان ما قالش لمومو إنهم اتطلقوا وإنها جاية دلوقتي عشان مومو بقى عندها 7 سنين ولازم تدخل المدرسة وتعيش حياة طبيعية زي الأطفال اللي في سنها. فشياو بيقول لها مش انتي اللي مشيتي من 5 سنين وعشتي حياتك واتجوزتي وخلفتي جاية دلوقتي عشان تاخديها مني؟ فأم مومو بتقوله إنها مشيت عشان مومو ما تبقاش زيهم وتعيش في فقر ومن غير كرامة أو مستقبل. فشياو بيتضايق وبيحس بالصدمة من الكلام الجارح اللي وجهتهوله، وبيتضايق أكتر لما أم مومو بتحط قدامه كريدت كارد وبتقوله إنها حوشت له كل الفلوس اللي صرفها على بنتها السنين اللي فاتت من شغلها في نيوزيلندا. فشياو بيتضايق وبيقول لها أنت عايزاني أبدل مومو بالفلوس؟ فبتقوله لا أنا عايزك تشتري المومو كل اللي نفسها فيه بالفلوس اللي كسبتها من شغلي. فبيقول لها أيوة يعني عايزة تشتري مومو نفسها بالفلوس؟ فبتقوله إنها تقدر توفر لمومو حياة أفضل لأنه مخلي البنت تعيش في صالة قمار. فشياو
شياو بيرملها الكريدت كارت وبيقول لها للدرجة دي بتحتقريني؟ فهي بتقوله إنه لسه بيتصرف بشكل طفولي، وإن عمره ما حاول يتواصل معاها بشكل كويس، وإنه بالشكل ده بيعتبر مومو ملكية خاصة بيه عشان تترجم للناس اللي بيقولوا وبس، وبتقوله إنه هو اللي هيضطرها تلجأ للقضاء. بعد كده بنشوف شياو وهو قاعد مع أصحابه، وبيكون كل واحد فيهم ليه رأي خاص في مشكلته. اللي بيكون شايف إن الأم هي اللي أكفأ في رعاية بنتها، واللي شايف إن شياو قايم بدور الأب والأم على أكمل وجه، واللي بيكون شايف إن الأم لو رفعت قضية هتكسبها لأن شياو ما عندوش الإمكانية لمنافستها. بس صاحبه سيام بيقوله إن عنده محامي شاطر يقدر يساعده عشان يرفع قضية حضانة ويكون هو المسؤول عن مومو بشكل قانوني. وفعلا بنشوف شياو مع صاحبه وهما مع مترجمة الإشارة اللي هتساعدهم يتواصلوا مع المحامي، وبتطلب من شياو إن هو اللي يسوق العربية عشان يوصلوا لمكتب المحامي. في الوقت ده بتكون مامة مومو هي كمان قاعدة مع المحامية الخاصة بيها عشان تعرف يعني وضعها القانوني، والمحامية بتقول لها إن لما حصل الطلاق من 5 سنين اتحكم لشياو بالحضانة، عشان كده من الصعب إن المحكمة تعيد النظر في الحكم بعد 5 سنين، وكمان لأن مومو لسه ما كملتش 8 سنين مش هينفع تتسأل في المحكمة عن رغبتها في إنها تعيش مع الأم ولا الأب. بس بتقولها إن لو الأب غير قادر على رعاية الطفلة بسبب إعاقته السمعية أو حالته الصحية أو بيسيء معاملتها أو في خطر جسدي أو نفسي على الطفلة، وقتها المحكمة ممكن تعيد النظر وتغير الحكم. وإن لو شياو ما دخلش مومو المدرسة خلال وقت محدد بسبب ظروف المعيشة هتكون دي ثغرات مهمة وحجج يقدروا يشتغلوا عليها. والمحامية بتقول لها إن لو الموضوع وصل لكده هيكون في قطع للعلاقات وإنها لازم تكون مستعدة نفسيا. بعد كده بنرجع لشياو وبيكون المحامي بيقول للمترجمة إن الموضوع بسيط طالما مفيش إساءة في معاملة مومو، وإن المحكمة عشان كده صعب تغير الحكم. بس المترجمة بتستغل إعاقة شياو السمعية وبتترجم له بشكل غلط وبتقوله إن المحامي قال إن القضية صعب يكسبها. بس شياو بيستغرب وبيقول لها ليه؟ ده أنا ومومو عايشين بسعادة مع بعض. فالمترجمة بتقوله إيه فايدة السعادة وإنت معايش الطفلة في صالة قمار وملكش كمان دخل ثابت عشان تصرف عليها منه، والبنت كمان مش بتروح مدرسة وتتعلم زي الأطفال اللي في سنها، وإن بمقارنة وضعك بوضع الأم هتكون النتيجة أكيد في صالح الأم. فشياو بيقول للمترجمة إنه عايز الأفضل لمومو وعشان كده هيجتهد ويعمل كل اللي يقدر عليه عشان يدخل مومو المدرسة ويقدر يصرف على تعليمها وحياتها بشكل أفضل. بس لأن المحامي مش بيفهم لغة الإشارة بيسأل المترجمة عن اللي شياو بيقوله، فالمترجمة بتطلب من المحامي إن يهز راسه كده وبس وهي هتتعامل مع شياو بطريقتها. والمحامي فعلا بيهز راسه لشياو، والمترجمة بتقول لشياو إن المحامي وافق يساعده وبيفرح شياو جدا وبيدي هدية للمحامي. وكلنا طبعا مش فاهمين سبب تصرفات المترجمة غريبة وإنها ليه بتترجم بشكل غلط لشياو. والمحامي بيقول لهم إن شياو لازم يدخل مومو المدرسة في أسرع وقت وكمان يشوف لهم سكن غير صالة القمار اللي ساكنين فيها. بس برضه المترجمة بتترجم لشياو غلط وبتسودها في وشه وبتقوله إن المحامي موافق يمسك له القضية بس هياخد مبلغ كبير، وبيكون باين على شياو العجز وقلة الحيلة. وبالليل بنشوف مومو وهي بتسأل أبوها ليه لازم تختار واحد بس من أهلها عشان تعيش معاه، وبتقوله إنها شاطرة وبتسمع الكلام وإنها كمان هتروح المدرسة، وبتسأله هو ده مش كفاية عشان تعيش مع أبوها وأمها مع بعض، وبتسأل شياو كمان لو كانت أمها مش عايزاهم ورفضاهم. فشياو بيقول لها إن أمها عمرها ما رفضتها وإنها رافضة بس لوجودها معاه هو. وفعلا شياو بيقدم لمومو في المدرسة وبتتقبل، وبالليل بيكون شياو قاعد مع بنته وبيسألها إذا كانت سعيدة يعني وهي معاه، فمومو بتقوله إنها سعيدة جدا معاه على الرغم من عيوبه الكتيرة إلا إنه أب كويس جدا، وبيفضلوا يعملوا أشكال بخيال إيديهم على الحيطة وهم مبسوطين مع بعض. المهم إن بعد كده بنشوف شياو وهو مع أصحابه وهم بيودعوه هو ومومو لأنهم هيمشوا من البيت، وبيطلبوا من شياو يهتم بمومو كويس ويعيش معاها حياة كويسة بعيد عن صالة القمار. والعربية بتمشي وبتفضل مومو تشاور لصحاب أبوها اللي عاشت معاهم السنين اللي فاتت دي كلها، وبتكون عيون مومو مليانة دموع، وأصحاب أبوها كمان كلهم بيعيطوا على فراق مومو. وبتوصل مومو مع أبوها على سكنهم الجديد اللي بيكون تبع شغله، وتاني يوم بيكون أول يوم لمومو في المدرسة وأمها بتروح لها وبتديها هدية وبتحضنها. وبنشوف بعد كده مومو وهي بتعرف نفسها لزمايلها في الفصل في نفس الوقت اللي بيكون شياو بيعرف نفسه لزمايله اللي في الشغل الجديد. بعدين بنشوف مومو وهي قاعدة مع زميلتها بعد انتهاء اليوم الدراسي وبتكون بتعلمها بعض الكلمات من لغة الإشارة. بعد كده بنشوف مامة مومو وهي قاعدة مع هونج الست اللي شغلت شياو في شغله الحالي، وأم مومو بتقول لها إنها كانت بتشتغل زمان مع شياو وإنها تعرضت للتنمر، فشياو دافع عنها واتخانق مع الأشخاص اللي اتنمروا عليها لدرجة إنه اتعور وبقى عنده ندبة في حاجبه لسه موجودة لغاية دلوقتي، وإنه كان لطيف مع
معاها جدا ودمه خفيف، فحبت إنها تكون معاه في الوقت ده، وافتكرت إن إعاقته مش هتكون مشكلة لعدم التواصل بينهم، وإنها ممكن كمان تتعلم لغة الإشارة. بس لما مومو اتولدت بتسمع، كانت المشكلة هنا إنهم بيتواصلوا بلغة الإشارة، فمومو ما بقتش بتتكلم زي الأطفال اللي في سنها، وإنها لما بطلت تستخدم لغة الإشارة ومنعت مومو منها، شياو زعل في الوقت ده واتخانق معاها، وإنها كمان بقت بتحس بالوحدة لما بترجع من الشغل وما تلاقيش حد تتكلم معاه، وعشان كده اتطلقت من شياو وقالت إنها هتبدأ رعايتها لمومو لما تدخل المدرسة، وإنها دلوقتي عايزة تعمل كده، وعندها كمان القدرة لرعاية بنتها ومنحها حياة أفضل. وبتقول لوونج إنها فعلا حابة إن ده يحصل من غير ما ترفع دعوة في المحكمة ضد شياو. وتاني يوم بالليل بنشوف شياو وهو مع المترجمة في العربية، وبتكون ماشية بسرعة جدا، وشياو ما بيكونش فاهم إيه اللي بيحصل، فالمترجمة بتشاور له على العربيتين كده ماشيين ورا بعض، والعربيتين بيخبطوا في بعض، فشياو بيتخض جدا من الحادثة اللي شافها وبيخليها تركن العربية. بس قبل ما ينزل عشان يطمن على الناس اللي في الحادثة، المترجمة بتمسكه من دراعه وبتقوله شفت اللي حصل ده؟ أهي العربية دي كانت مؤمنة بالكامل، وبتقوله إن هي عايزاه هو كمان يخبط لها عربية بالشكل ده وبزاوية معينة ما يتضرش فيها اللي سايق، وبتقوله إنه لو عمل كده هتخليه يأمن الفلوس اللي هيديها للمحامي عشان قضية حضانة مومو. وبيكون شياو مصدوم ومش فاهم أي حاجة، وبيروح شياو جري بعد كده عشان يشوف الناس اللي في الحادثة، وبيطلع صاحبه سيان اللي عرفه على المترجمة واحد من اللي كانوا سايقين العربيات اللي خبطت في بعض، وبيلاقيه بيكمل تكسير في العربية بعد الحادثة، فشياو بيسأل صاحبه لو كويس عشان يطمن عليه، بس صاحبه بيروح عشان يكمل تكسير في العربية، وشياو بيوقفه وبيقول له هو ده بقى الشغل الكبير اللي بتشتغله. فالشخص اللي كان سايق العربية التانية بيروح لهم وبيمسك في شياو، بس سيان بيبعده عنه وبيقول له إن شياو يبقى صاحبه، فالشخص التاني بيقول له يستغل الوقت ده في الشغل أحسن، وسيان بيقول لشياو إنه عايز يعيش عيشة كويسة وإن الشغل ده هيأمن له حياة أفضل من أي حد. بعد كده بنشوف شياو وهو مع مديره، والمدير بيسأله هو بيشتغل كام وظيفة إضافية بالظبط، وبيقول له إن عدد الشكاوي اللي اتقدمت فيه خلال شهر كبيرة، وإنه مفوت له كتير يعني، وعارف إنه قعد بنته في السكن معاه، وإنه لازم يشوف ليه هو وبنته سكن تاني في أسرع وقت. فشياو بيطلب منه يساعده لأنه صعب يلاقي وظيفة بسبب إعاقته، بس المدير مش بيهتم بكلامه وبيسيبه وبيمشي، وبيفضل شياو في مكانه مش قادر يستوعب ولا عارف إزاي يحل مشكلته. ولأن شياو بيكون حاسس بالعجز، بيروح للمترجمة عشان ينفذ طلبها ويأمن مبلغ كويس عشان خاطر مومو، والمترجمة بتقول لشياو يأمن نفسه كويس عشان ما يتصابش في الحادثة اللي هيعملها، وبتقوله على المبلغ اللي هيحصل عليه بعد العملية. وفعلا شياو بيأمن نفسه وبيعمل المطلوب منه. وتاني يوم بنشوف شياو في معرض عربيات، وبيكون موجود صاحب المعرض والمحامي تشين اللي بيساعد شياو في موضوع حضانة مومو، وبيكون موجود كمان موظف في شركة التأمينات اسمه ليو، وبيكون بيترجم له الشاب اللي اتخانق معاه ساعة حادثة سيان. وصاحب معرض العربيات بيقول لشياو إنه دعا المحامي تشين مخصوص لما عرف موضوع دعوى الحضانة اللي تشين هيرفعها له، وبيقول له إنهم اتأثروا جدا من حكايته لأنه أب كويس جدا، وبيدي لشياو أتعابه مقابل العملية اللي عملها. بس شياو بيتكلم في مشكلته الأساسية وبيسأل لو ممكن يكسب قضية الحضانة، وصاحب معرض العربيات بيقول له إن تشين صاحبه من زمان وهو بيثق في قدراته، وبيقول لشياو إن تشين بيقول له إن المحكمة هتحتاج منه تقديم إثبات للأصول، بس شياو ما بيكونش فاهم يعني إيه، فبيقول له إنه إثبات إنه يملك المال الكافي لرعاية مومو. فشياو بيسأل قد إيه كده تقريبا، فالمحامي بيقول له حوالي 500,000، بس صاحب المعرض بيقول له ما يقلقش وإنه هينقل له ملكية عربية تمنها هيغطي المبلغ عشان يقدر يكسب القضية. فشياو بيسأله عن سبب مساعدته ليه، فصاحب المعرض بيقول له لأننا من نفس الفريق وإنه كفاية إنهم بيشتغلوا مع بعض في مشروع تكسير العربيات ده، وبيبدأ يعرف شياو عن المكاسب اللي بتجيلهم من حوادث العربيات، وبيوري له عربية وبيقول له إن النوع القديم الفاخر ده من العربيات صعب يلاقوا قطع غيارها، وعشان كده شركة التأمين بتقيمها بسعر غالي جدا، فبيبعتوها لمركز صيانة تبعهم وبيبدل القطعة دي بالأرخص، وطبعا فرق السعر ده بيكون هو مكسبهم. وبيقول له إن المكسب ده فتح بيوت ناس كتيرة جدا، وإنه خلال وقت قصير حياته هتتحسن بشكل كبير. بس شياو بيسأل لو اللي بيحصل ده قانوني، فالمحامي تشين بيقول لهم إن طول ما هو ضمن الفريق الكل هيكون
تكون بخير. وبنشوف شياو وهو مستمر في شغل حوادث العربيات ده، وبيكون بيخاطر بحياته وبيخبط عربية ورا عربية عشان يأمن حياة أفضل لمومو. ومع كل حادثة شياو بيعملها بيكون بيفتكر شكل مومو وهي مبسوطة، بس مومو بتكون ملاحظة التعب والإرهاق اللي على شياو، وبتقوله إنه بقى بينام في أي مكان، وبتحط إيده على حنجرتها وبتقلد له صوت شخيره وهو نايم، وبتقوله إن ده الصوت اللي بيطلع منه لما بينام. فشياو بيسألها يعني لو كان الصوت ده مزعج، فمومو بتقوله أبدا ده صوت جميل، وبتحاول تعلمه كلمة صوت جميل، ولما بيقولها صح بتسقف له. فشياو بيسألها الصوت الجميل ده بيكون عامل إزاي، فمومو بتقوله إن الصوت الجميل زي الآيس كريم الحلو أو نسمة صيف هادية. ومومو بتوري لشياو الهدية اللي لين صاحبتها اديتها لها، وبتقوله إنه لما بينفخ فيها بتطلع صوت الحوت، بس شياو بيقول لها إن الحيتان ملهاش صوت، فمومو بتقوله إن صوت الحيتان بيسمعها الحيتان اللي زيها، وبتديله الهدية وبتقوله يبقى ينفخ فيها عشان تعرف إنه بينده لها. وبتمسك مومو ناي صغير وبتحاول تعزف بيه، وبتتأثر مومو جدا وبتعيط لما بتلاحظ حب شياو وتشجيعه ليها رغم إنه مش سامع اللي بتعزفه. وشياو بيمسح دموعها وبيقول لها إن أسفه الأكبر في الدنيا إنه ما يقدرش يسمع صوت مومو، وبيقول لها إن أكيد صوت مومو هو أجمل صوت في العالم. ولأن بيكون فاضل 3 أيام على ميعاد المحكمة، شياو بيروح معرض العربيات وبيطلب شهادة إيداع عشان يقدر يكسب حضانة مومو. فصاحب المعرض بيقول للمترجمة تقوله إنه لازم يكسر العربية المرة دي بشكل كامل عشان محدش يشك في الموضوع، بس المترجمة بتكون بدأت تتعاطف مع شياو وبتمشي من غير ما تترجم ولا كلمة. بس صاحب المعرض بيكون مصر وبيدي لشياو مفتاح العربية اللي هيخبطها، وبيقوله إنه يكسر العربية دي بشكل كامل عشان يديله شهادة الإيداع. وبنشوف شياو بعد كده وهو بيودع مومو وهي نايمة وبيمشي عشان ينفذ مهمته، بس للأسف مومو بتصحى وبتمشي ورا شياو عشان تعرف هو رايح فين بالليل كده، وبتركب العربية مع شياو من غير ما يشوفها أو يحس بيها. وقبل ما شياو ينفذ مهمته ويخبط في عربية نقل قدامه، مومو بتحاول توقفه فبيحس بوجودها وبيتفادى عربية النقل، بس مع ذلك عربية شياو بتتخبط. فشياو بيخاف جدا وبياخد مومو على المستشفى وهو مرعوب لا يكون جرالها حاجة، وفي المستشفى بيطلبوا منه انه يجيب حد من اهلها يكون بيتكلم. فشياو بيخلي امها تيجي، والدكتور بيقول لها ان مومو كويسة وان ما فيهاش اي اصابات، بس تقريبا كده من الصدمة اللي اتعرضت لها مومو ما بتقدرش تتكلم. فام مومو بتاخد بنتها وبتمشي، ولما شياو بيحاول يطمن على مومو الام بتبعده وبتقوله ان ميعادهم في المحكمة. وبيجي يوم جلسة المحكمة وبنشوف شياو لوحده من غير محامي، ومحامية الأم بتقول إن ظروف معيشة مومو مع أبوها كانت سيئة، وإن ما ينفعش الطفلة تتربى مع أب غير مسؤول، وإن الأحسن لمومو تعيش مع أمها. فشياو بيطلب يشوف مومو، والأم بتقول إنها مش موافقة لأن شياو مش هيقدر يحمي البنت، وإن لقائه مع مومو هيضرها. بس المحكمة بتسأل شياو هو عايز يشوف البنت ليه، فشياو بيقول لهم إنه عايز يسمع رأيها بس. فالأم بتهاجمه وبتقوله إن مومو بسببه ما بقتش بتتكلم، بس المحكمة بتوافق إنه يشوف مومو. وهي المحكمة بتقول إن رأي مومو في محل إقامتها مع أبوها أو أمها مش هيأثر أصلا على حكم المحكمة لأنها ما كملتش 8 سنين. وفعلا بتتم المقابلة المطلوبة، ولما بيسألوا مومو عايزة تعيش مع مين بتشاور على أمها، وبيكون طبعا شياو في حالة صدمة. وبنشوف مومو بعد كده وهي عايشة مع أمها اللي بتكون متجوزة وعندها ولد من زوجها التاني، وبتقول لمومو إنها هتاخدها ويسافروا نيوزيلندا عشان يكملوا حياتهم هناك. وبتكون مومو برضه ساكتة ومش بتتكلم، وبنشوف مومو وهي قاعدة لوحدها في أوضتها وبتعمل خيالات على الحيطة زي ما كانت بتعمل مع شياو، وبيبان عليها قد إيه هي مفتقدة شياو وحزينة على فراقه. وشياو كمان بيكون حزين ومفتقد وجود مومو جدا، وبيفضل يصفر بلعبة الحوت اللي مومو اديتها له. وتاني يوم بيكون شياو عايز يقابل مومو، بس بتجيله رسالة إن مومو سابت المدرسة وإنها هتسافر النهاردة بعد الظهر. وبعد كده بتكون مومو خلاص في المطار وبتسمع صوت الحوت اللي اديته هدية لأبوها، وبتفضل تدور على مصدر الصوت. وأول ما بتشوف شياو من ورا الإزاز، مومو بتتكلم لأول مرة وهي بتشاور لأبوها وبتقوله إنها ما رفضتوش في المحكمة ولا حاجة، وإنها قالت كده لأنها مش عايزاه يكسب فلوس من المخاطرة بحياته، ومش عايزاه يسوق كمان بالسرعة دي مرة تانية. وبتقول لشياو كمان إنها مش عايزة تسافر، بس شياو بيعتذر لها وبيقول لها أنا آسف على كل اللي حصل، وإن سفرها ده مهم لمستقبلها، وبيقول لها تسمع كلام أمها وتهتم بصحتها. وبتكون مومو رايحة تودع أبوها وهي مبسوطة
ومبسوطة إنها قالت له اللي في قلبها، وشياو كمان بيكون سعيد عشان هيطمن على بنته اللي كان مفتقدها. بس للأسف البوليس بيجي وبيقبض على شياو، ومومو بتروح له وبتفضل تعيط وتقول لهم يسيبوا أبوها لأنه راجل طيب وإنه أحسن أب في الدنيا، وبتكون أمها بتحاول تبعدها. وبنشوف بعد كده إن الأخبار ملهاش سيرة غير القبض على العصابة اللي بتحتال على شركات التأمين، وبنشوف مومو وهي قاعدة مع أمها وبتكون بتعيط وهي شايفة أبوها للمرة التانية وهو بيتقبض عليه في الأخبار، وبتقول لأمها إنها اختارتها في المحكمة لأنها لو كانت فضلت عايشة مع أبوها كان مات بسبب الشغل اللي بيشتغله، وإن الورطة اللي هو فيها دلوقتي دي بسببها، وإنها من الأحسن لو ما كانتش موجودة في الدنيا. فأمها بتحضنها وبتهون عليها وبتقول لها ما تقولش كده. وبيجي يوم محاكمة شياو وعصابة التأمين كلها، وشياو بيعترف بكل اللي حصل وبيقول إن هو لوحده اللي مسؤول عن كل الجرائم اللي حصلت، وإن كل اللي معاه ملهمش دخل بالموضوع. وبنعرف إن شياو اعترف على نفسه لأنه تعرض للتهديد من صاحب المعرض، لأن جماعته اللي بره يعني هتخلص على مومو لو شياو ما شالش القضية لوحده. والمحكمة بتوجه لشياو تهمة مقاومة الاعتقال وإنه خطر على المجتمع، وإن الشرطة كمان اكتشفت إن أثناء مراقبتها لشياو كان بيتواجد لفترات طويلة بالقرب من مدرسة مومو ومسكنها، وإنه كمان كان بيراقبها وهي في طريقها للمدرسة. وبتكون مومو متأثرة جدا من اللي بتسمعه ومن حب أبوها وتعلقه بيها، وإن بسبب تصرفاته الشرطة كانت خايفة إنه يأذي مومو، عشان كده قبضوا عليه عند المطار قبل ما يقرب من مومو. وبيقولوا إن شياو ما يستاهلش أي تعاطف بسبب إعاقته لأنه كمان عرض حياة مومو للخطر وإنه شخص غير مسؤول. فمومو بتتضايق جدا من اللي بتسمعه وبتحاول تقرب من أبوها، وأصحاب شياو السم هم كمان بيتضايقوا وبيسببوا فوضى في المحكمة. ومومو بتفضل تعيط وبتقول إن أبوها شخص طيب وإنه ما كانش يقصد إنه يأذي أي حد، وبتفضل تنده على شياو وتقوله يدافع عن نفسه. وبتكون المترجمة صعبان عليها مومو جدا، بالذات يعني لما مومو بتفضل تطلب منها تساعد أبوها. فالمترجمة بتتأثر أكتر بتوسلات مومو وبتزعق بصوت عالي وبتقول إنها كذبت في أقوالها، وإن شياو ملوش أي علاقة باللي حصل، وإن المسؤول الأول والأخير هو صاحب المعرض، وإنه استغل ضعف شياو اتجاه بنته وهدده بيها عشان شياو يشيل القضية. وبتشاور على 2 تبع صاحب المعرض بيكونوا موجودين في المحكمة عشان شياو يشوفهم ويخاف ويعترف على نفسه ويشيل هو القضية لوحده. والمترجمة بتقول لشياو إن مومو خلاص بقت في أمان وإنه بلاش بعد كده يبقى غبي ويعترف بحاجة ما عملهاش. وبيكون طبعا الكل متأثر من اللي بيحصل. والمحكمة بتكمل الجلسة وشياو بيقول لهم إنه عارف إنه غلطان وإنه عمل جريمة، وبيعتذر لهم كمان عن غلطته، وبيقول لهم كمان إنه صم بس عنده بنت طيبة وإنه بيجتهد على قد ما يقدر عشان يوفر لمومو أفضل حياة ممكنة. بس الموضوع بيكون صعب لأن كل اللي بيعرف يعمله إنه يبتسم للناس، ولأن محدش بيفهمه كان بيخلي مومو تترجم، وإنه كان مفكر إن كفاية إنهم يعيشوا في عالمهم الخاص لحد ما جت أم مومو عشان تاخدها. فكان خايف إنه ما يعرفش يشوف مومو مرة تانية، وإنه ما كانش المفروض يخليها جنبه عشان تكون حاسة السمع اللي فقدها. وبيعترف إنه كان أناني جدا، وبيقول لمومو تكون نفسها وتكبر بشكل صحي وكويس، وإنه ما يستحقش إنه يكون أبوها، وإنه بيتمنى بشدة إنه يسمع صوتها لأن بالتأكيد صوت مومو هو أجمل صوت في العالم. وبتكون مومو متأثرة جدا من كلام شياو والدموع بتملى عينيها وهي فرحانة لما شياو بيقول الكلمة الوحيدة اللي هي علمتها له. وبيفضل شياو ومومو يفتكروا ذكرياتهم الجميلة مع بعض بعد ما اتحكم على شياو ب6 سنين سجن. وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف مومو وهي بتحاول تقنع المتهمة بسرقة المطعم إنها تخلي مومو تساعدها، لأنها عارفة كويس إن السم ما يقدروش يعبروا عن نفسهم، وإنها هتوصل صوتها وتعبر عنها لحد ما تظهر براءتها في محاكمة عادلة. وفعلا البنت بتوافق، وبعد ما الكل بيعرف حكاية مومو الضباط بيقرروا يساعدوها هي والمتهمة في إثبات براءتها. وبنعرف إن المتهمة كانت بتتعرض للتحرش من صاحب المطعم، وإنها لما طلبت بمرتب ال3 شهور اللي ليها عشان تستقيل صاحب المطعم أجبرها على مسح الرسائل اللي بينهم ووجه لها تهمة السرقة. وبنشوف الضباط في القسم بعد كده وهم بيوجهوا تهمة التحرش لصاحب المطعم وبيقولوا له إنهم هيطالبوا باستعادة المحادثات المحذوفة بينه وبين المتهمة. وبعد ما بتقوم مومو بمهمتها بيخرج معاها الضابط بره مركز الشرطة وبيسألها إزاي يقدر يميز الشخص الأصم.
فمومو بتقوله إنه لو دخل أي مكان زحمة يقدر يميز الشخص الأصم لأنه هيبتسم له أول ما يشوفه. وبنعرف في آخر فيلمنا إن أبطال الفيلم الصم هم أشخاص صم في الحقيقة، وبنعرف إن الحب مش محتاج للسان للتعبير عنه، وإن الشخص الأصم ما بيسمعش بس عنده قلب كبير يساعد الكون بحاله. وبيخلص فيلمنا على كده. ويا رب يكون الملخص عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو أول مرة تشوفونا عشان يوصلكم منا كل جديد. أشوفكم الفيلم الجاي. سلام.